النهارده هنتكلم عن موضوع يبدو غريب شويه اسمه الهشاشه او اظهار الضعف. ببساطه احنا معظمنا يعني كرجاله بيحب قوي ان هو يكون بيمتاز بصفه الشجاعه. تعالى نشوف ارتباط الشجاعه باظهار الضعف ده عامل ازاي. اقول لك مثلا شويه امثله مهمه جدا. ان انا اكون باخد موقف ما بين اتنين في عيلتي مختلفين، ناس كتير قوي مننا ممكن تريح الاتنين، محدش فينا بيقول رأيه، محدش فينا بيقول مين صح مين غلط، او محدش بيقول رأيه بجد عشان ما يخسرش القضية. تخيل كده لو انت عندك اشطر واحد في الشغل عندك اللي انت المفروض ترقيه واللي هو متوقع انه يترقى، مديرك قال لك مش هنرقي الشخص الفلاني، وانت محتاج تبلغه الخبر ده ان هو مش هيترقى. مواقف كتيرة جدا جدا جدا، زي مثلا انك تروح لواحد عنده سرطان في الدرجة الرابعة وبيكون بيموت وقاعد يوضب أموره لولاده من بعده، فأنت قاعد مش عارف تقول له تقويه وتشجعه ولا تفكر معاه وتحسبوها لقدام. الحقيقة الهشاشة أو إظهار الضعف هو ببساطة إن أنا أكون بخش معركة مش ضامن نتائجها، مش ضامن الاوتبوت اللي هيطلع او النتيجه اللي هتطلع تبقى عامله ازاي. كنت واقف قدام كشك الحقيقه ولقيت ولد بيقول لواحد تاني بيقول له ايه، شفت امبارح انا ضربت مصطفى ازاي؟ فقال له يا عم ضربته ايه، ده هو اللي ضربك. قال له مش مهم، انا بوقت فيه كده او عبطت فيه وضربت على قد ما قدرت. احنا كرجاله بقينا كتير قوي ما بنخشش المعارك اللي مش ضامنين نتائجها. يعني لو اللي قدامي اقوى مني، لو اللي قدامي اجمد مني، لو قدامي كونكتد اكتر مني، ما بخشش لاني عارف ان انا ان انا هتهزم. وكأننا بقينا مشغولين قوي بنتيجة المعركة لكن مش مهتمين ان احنا نثبت وجودنا في المعركة. حاجات كتير قوي سايبينها ما بنخشش معركة. بنتي اللي قافله على نفسها الباب، انا ما اعرفش هي بتعمل ايه، ولو دخلت هنخش في معركة لانها مش هيعجبها ان انا اتكلم معاها. ابني اللي بيكلم ناس في التليفون او اللي بيخرج مع اصحابه، اللي انا نفسي اقول له انت بتعمل ايه ونفسي اعرف هو بيعمل صح ولا غلط، بس ما بقدرش لاني لو دخلت في الصراع هيحصل مشكلة. مرات كتير بروح من البيت والاقي مراتي متضايقة، بخش بقى اغسل المواعين، انظف البيت، اساعد في الدنيا، اروق كده عشان الدنيا تمشي. بس ما بقدرش اسالها مالك حبيبتي ايه الموضوع. ليه؟ لاني مش متاكد ان اللي هيطلع في وشي انا هعرف اتعامل معاه. المعارك اللي بنسيبها، المعارك اللي ما بنخشهاش، المعارك اللي احنا ما بنحاولش نفتح فيها لان احنا مش عارفين ايه اللي هيطلع في وشنا، هي دي المعارك المتسابة. عارف يعني ايه معركة متسابة؟ يعني في نهب، في سرقة، في آخر، في عدو بيحط رجله وبيحط ايده على الأماكن اللي أنا وإنت ما بنحاربش فيها أو ما بنحاربش عشانها. تخيل كده لو أنا النهاردة سايب بيتي وبشتغل، أو تخيل لو أنا النهاردة بنزل أقعد على القهوة ولا بنزل مع أصحابي وأسيب مراتي هي اللي تعمل كل حاجة في البيت. يمكن تكون مراتي قادرة تتدبر أمورها وقادرة تعمل كل حاجة، لكن أنا مش متواجد. عدم وجودي في الأحداث، عدم وجودي في البيت، عدم وجودي لأصحابي، عدم وجودي لأهلي، ده معناه إن في آخر بيقوم بدوري وبيكسب المعركة عني. إذا كنت زيي عايز تكون راجل شجاع، خلي بالك إن مفيش شجاعة من غير معركة، ومفيش معركة من غير ما نبقى مش متأكدين من النتائج. بالتالي مفيش شجاعة من غير ضعف أو من غير إظهار للضعف في تحركاتنا وفي علاقاتنا بالآخرين.